تحرك يائس جديد. البوليساريو تلجأ للمحاكم الأوروبية بعد فشلها في وقف تمدد الشراكة المغربية الأوروبية في خطوة تعبر عن الارتباك الواضح والتراجع المتزايد في نفوذها داخل الساحة الأوروبية. لجأت جبهة البوليساريو مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في محاولة جديدة لإيقاف قطار التعاون الاقتصادي الذي يزداد قوة رغم اعتراضاتها المتكررة. الجبهة التي فقدت الكثير من حضورها داخل مؤسسات الاتحاد تحاول اليوم عبر بيان محتقن الادعاء بأن الاتفاقية لن تخرق أحكام المحكمة السابقة، رغم أن بروكسيل نفسها حسمت توجهها السياسي والاقتصادي نحو تعزيز الشراكة مع المغرب بما يشمل أقاليمه الجنوبية. بعد تغير مواقف دول أوروبية مؤثرة لصالح مقترح الحكم الذاتي المغربي، ولم تفوت الجبهة الفرصة لاتهام فرنسا وإسبانيا بدعم تمرير الاتفاقية بسرعة، وهي إشارة تبرز حجم الانزعاج داخل البوليساريو والجزائر من التحولات الكبيرة في الموقف الأوروبي، حيث أصبحت دول وازنة تعتبر مبدأ الحكم الذاتي الحل الواقعي الوحيد. الخطوة الأخيرة للبوليساريو تبدو أقرب إلى مناورة إعلامية منها إلى مسار قانوني جدي، خصوصا في ظل توجه أوروبي واضح نحو توسيع التعاون مع الرباط، مقابل تراجع تأثير الجبهة وحاضنتها الإقليمية في ملف لم يعد يدار بقواعد الماضي نفسها.